$100 لو نفخت الكيسه دي قبلي. $100 لو نفخوا الكيسه دي قبلي. انا موافق. انا موافق؟ ثانيه واحده، ثانيه بس. مش عارفين ولا سؤال. فبس الموضوع بسيط يعني. اكيد لا. عندنا مسابقه النهارده من 3 اسئله. السؤال الاولاني لو جاوبتوه هتاخدوا 100 جنيه. اول سؤال: استخدام اي اداه موجوده حواليك دلوقتي في الشارع، في العربيه، في اي حته، تخلي لي الكره دي طافيه فوق لمده ثانيه ثانيتين. تاني سؤال لو جاوبتوه هتاخدوا ايه؟ 100 ريال. 100 ريال لو عرفوا الورقه دي لو نفخت عليها من فوق هيحصل ايه؟ 100 ريال عامل 900 جنيه دلوقتي. تخش في السؤال الثالث لو جاوبته تاخد $100. لو نفخوا الكيسه دي قبلي هياخدوا $100. انا اشمعنى اخترت الثلاث اسئله دول بالذات؟ لان الثلاث اسئله دول لو عرفت تجاوبهم وتحلهم انت مش بس هتكسب $100، انت هتكون فاهم واحد من اهم مبادئ الفيزياء وهو برنولي. وقبل ما نشوف مين جاوب على الاسئله ومين اللي اخذ $100 في الاخر، انت كمان ممكن تكسب $100 دي، لان في سؤال جوه الحلقه لو جاوبته تاخد $100. يا عم اصبر بس خلاص ما تغششوش يا عم، هتقسم معاه. نبتدي باول سؤال عندنا على كره البنج. هيحصل ايه لو وصلت الكره من ايدي؟ هتقع. طبعا كله بيقول هاتي 100 جنيه، ما هو مش ده السؤال. ايه بقى اللي عليه 100 جنيه؟ انا عايز كره البنج دي تطير في الهواء ان شاء الله لو ثانيه واحده. استخدم العربيه عادي؟ استخدم العربيه. المروحه بتاعت العربيه. يلا وريني خليني عايز اخليها طافيه. المطافي بتاعت المطافي دي وبتاعت المطافي شغال يعني. وريني بس انا لازم تعملها لي. عندك ايه هنا؟ ما عنديش حاجه. يلا يا جنة انا بقول عليك ناقص. وريني. افتح هتيجي ولا مش هتيجي في الاخر؟ يا عم. ولا بهدل الدنيا بيها. ما اعرفش ده 100 جنيه ده سهله. طب هثبتها ازاي الشفاطه؟ لا انا عايزها طايره طايره. ما انا حاطط حاجات تبعي برضه. تمام سبراي. وريني. خلاص هو يجرب الاول. ماشي. انت هتاخد دي متاكد؟ ريحته حلوه والله. لا والله لا استخدام. ما جنبوش نجيب بيروسول، هم بيعملوا تجربه بيروسول بس احنا قلنا خلينا الناس نضيفه. يلا مين هيعملها الاول هياخد ال 100 جنيه. ركزوا يا جماعه. 3 2 1. ايوه 3 2 1. ادي الفريق اللي على الشمال اول 100 جنيه، وانا اهو في بوعدي خلي ال 100 جنيه في جيبك يا معلم. اول 100 جنيه للفريق الاولاني. اول 100 جنيه. يبقى كده اول حاجه استنتجناها من التجربه والتحدي ده ان اي جسم بيبتدي ان هو يسقط لاسفل بسبب الجاذبيه بتاعته، وقوه الجاذبيه دي هي عباره عن قوه الاسفل بتاثر على اي جسم ليه كتله، والقوه دي احنا بنسميها الوزن واتجاهها بيكون لاسفل. فعشان نقدر نحافظ على استقرار الجسم ده ونخليه يطفو في الهواء فاحنا محتاجين قوه في عكس الاتجاه، او ممكن نولد ضغط عالي، واللي ممكن نعمله بكل سهوله ان احنا نضخ هواء تحتيها. والاداه اللي احنا استخدمناها هنا كانت السشوار. طبعا هتسالني ليه ما اديتش السشوار للناس من ضمن الادوات؟ هقول لك عشان ما فيش كهرباء في الشارع. السؤال الثاني ب 100 ريال. موافق تخش في التحدي اللي بعده؟ 100 ريال ولا تروح ب 100 جنيه؟ عارفين عاملين كام جنيه دلوقتي؟ 900. بنزين النهارده. لو خدت السؤال اللي جاي ده غلط هاخد منك ال 100 جنيه. مش مشكله عادي. السؤال بيقول عشان بقى سؤال فيه تركايه، هيحصل ايه لو نفخت فوق الورقه هنا كده؟ هتنزل لتحت اكتر، هتفضل زي ما هي كده، هتطلع لفوق. تطلع لفوق. 100 ريال ومديك اختيارات. ولا دي لان انت بتعمل فوق الهواء فوق الورقه. ايوه ايه اللي هيحصل؟ عايز اجابه. الورقه هتقع. مش هيحصل حاجه. عليها. مش هيحصل حاجه. اتفقوا على قرار. تمام. واثق فيا؟ لا واقف مصدوم في مرايتي حبايبي اللي قتلوني. مش هيحصل. مش هيحصل حاجه. انا بقول هتطلع لفوق، هتطلع لفوق. خلاص اتفقنا يا جماعه انتوا جاوبتوا كل الاجابات. لا هتطلع فوق. طب لو خسرنا ناخد منك ال 100 جنيه عامه. ماشي تطلع لفوق. جرب خلاص اخر اجابه. 3 2 1. طلعت لفوق. طلعت لفوق. جمهور ورا فرحان بيك وصوروا. انت في سنه كام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. عارف المعلومه دي منين؟ ميس العلوم مستر صبيح. احب اشكرك يا مستر. طب والله سقفه كبيره يا مستر صبيح. والله اتفضل ال 100 ريال بتوعك. بعد اذنك السلام ده. هتقسم مع مستر صبيح فيها؟ طلعت ولا دي هات 100 جنيه. هات الخيار، هات التفاح. انت مش عايز تفهم دي ليه؟ لما نفخنا فوق الورقه هوا سريع ولا بطيء؟ سريع. ويبقى تحت الورقه هوا بطيء ولا سريع؟ بطيء. ركزوا بقى في السؤال ده، مش ده السؤال الثالث. فوق الورقه هوا سريع وتحت الورقه هوا بطيء، الورقه اترفعت لفوق، يبقى مين ضغطه اعلى او مين اقوى؟ الهوا السريع ولا الهوا البطيء؟ اللي تحت صح؟ يبقى هو ايه؟ البطيء هو اللي اقوى. والله العظيم ده مستر صبيح ده جامد. وهنا لازم اسالك سؤال، هو انا لو حبيت اطير حاجه وزنها كبير اجيب سشوار هوا كبير ولا ماشي فوقيها هوا سريع؟ وعشان تعرف اجابه السؤال ده تعالى نروح للسؤال الثالث اللي عندنا واللي ب $100. هتقرر تخشه؟ $100. 100 ريال ب 900 دي بتاعت 3000. هتخشه؟ لا مش داخلين. $100 بس. مبروك للرجاله ال 100 ريال. كفايه؟ ارضى بقليل. طب سؤال بقى. ارضى بقليل. تمام مش هتاخدوا $100 بس تخشوا انتوا حد. خشوا كده مش هاخد منك الفلوس. خلاص
خلاص انت قررت ما تخشوش، بس تجرب، حط فلوس في جيبك. دي كيسه طولها متر ونص، $100 لو نفخت الكيسه دي قبل. يا عمال بسهل، انا عايز ادي الناس $100 والله يا جماعه. جاهزين؟ يلا 3 2 1 افتح كيستك. لا انت بتعمل ايه؟ لسه ما ابتديتش. هوبا ده بيعمل ايه؟ ده $100 ما بيهزرش. 2 1 انت عندك بقى بص اول واحد. ايوه ما لحقتش اعملها. عارفين ولا سؤال. على فكره في واحد اخد $100 بس عشان اعرفكم اخدها ازاي، تعالوا اوريكم ازاي نفخت الكيسه في اقل من ثانيه. الموضوع بسيط جدا، كل اللي انت محتاج تعرفه هي معلومه من التحدي اللي قبليه، وان الهواء السريع بيكون عندي ضغط قليل والهواء البطيء ضغطه اعلى. فكل اللي هعمله ببساطه ان انا هفتح الكيسه زي ما انتم شايفين، وهبتدي انفخ نفخه واحده سريعه فوق الكيسه، فبالتالي يكون تحتيها ضغط بطيء فتتنفخ الكيسه بكل سهوله. وده كل اللي احنا محتاجينه عشان نطير طياره، وتعالى اقول لك ازاي في اقل من 30 ثانيه. ده شكل جناح الطياره، متصمم بطريقه بيكون الجزء العلوي من الجناح بيكون في كيرف زي ما انت شايف كده، اما الجزء السفلي ليه بيكون على اقصر مسافه. قول لي وده هيعمل ايه؟ الهواء لما بيجي يقابل جناح الطياره بيبتدي ان هو ينقسم لجزئين، جزء فوق الجناح وجسم اسفل الجناح. وبما ان الهواء مائع وجناح الطياره بيقطعه، فلازم جزيئات الهواء اللي هتتحرك فوق الجناح توصل في نفس الوقت اللي بتتحرك فيه جزيئات الهواء اسفل الجناح. وبما ان المسافه العليا من الجناح كبيره، فهنا جزيئات الهواء هتحتاج ان هي تتحرك بسرعه اكبر، فبالتالي هتكون لي ضغط اقل نسبيا من الضغط اللي هيكونه الهواء تحت الجناح. فكده في الاخر بقى عندي هواء سريع فوق جناح الطياره، وتحت الجناح هواء بطيء. فبكل بساطه اقدر اكون قوه لفوق عكس وزن الطياره، فخليها ترتفع لاعلى. وقبل ما اقول لكم سؤال الحلقه اللي انتوا تقدروا تاخدوا فيه $100، تعالوا نشوف مين نفخ الكيسه الاول واخد $100 واقول لكم السؤال. تاني محاوله تانيه، شوف انا متساهل في $100 لحد فين. 3 2 1 عملتها قبلك بره. الناس اللي بره، الناس اللي تبعنا بره، بحق ربنا الناس بيقولوا لنا كنا نافخها قبل ما نبتدي التحدي. هو الكيس نزل منه الهواء. اخر محاوله 2 1 طيب يا جماعه، احلى مسا عليكم يا شباب. ولو انت عايز تاخد $100 زيه، فكل اللي انت محتاج تعمله دلوقتي انك تجاوب على سؤال الحلقه. السؤال اللي لو فهمنا ازاي شغال هتعرف ازاي المحركات النفاثه شغاله مع الطيارات عشان تديها قوه ان هي تتحرك لقدام عكس مقاومه الهواء. والسؤال بسيط، انا معايا ازازتين، الازازه فيها كحول. كل اللي انا هعمله ان انا هفضي الكحول اللي فيها الاول، وهبتدي ان انا امرر الازازه الاولى نار من الفوهه بتاعتها. ودي كانت النتيجه، نار طالعه لبره بس حركت الازازه بالعافيه. وبنفس نوع الكحول وبنفس الكميه عملت تعديل صغير في الازازه خليها تتحرك بالمنظر ده. اللي هيقول لي التعديل اللي انا عملته في ازازه، كل اللي عليك انك تعمله في كومنت وتكون عامل سبسكرايب ومفعل زر الجرس. وفي خلال الاسبوع ده هنعلن عن الفايز ونبعت له $100 في اي مكان هو موجود فيه على وجه كوكب الارض. بس الاهم بقى من $100 اللي اخدوها الناس في الشارع او اللي حد فيكم هياخدها، انك تعرف ازاي الطياره بتطير. عشان اقدر اخليها تتغلب على قوه الجاذبيه للاسفل، فانا محتاج اعمل ضغط عالي تحتيها عن طريق ان انا امرر هواء سريع فوق جناح الطياره. وعشان اخليها تتحرك لقدام فهي محتاجه محركات. فيا ترى المحركات شغاله ازاي؟ ما تنساش تجاوب على سؤال الحلقه، وتكتب لنا كمان في الكومنتات ان مفيش امتع من العلوم شارع العلوم. ايوه هتصور، انا واقف معاكم هتصور معاكم كلكم. هتدول بقى كده خليك انت في الفيديو. مفيش امتع من العلوم فين؟ شارع العلوم. بس هات لي $100 بس خلاص كده. سقفه كبيره يا جماعه، الراجل اللي حمل التحدي بتاعنا النهارده واخد $100. الاهم من ان احنا اتعلمنا معلومه علميه جديده، ان احنا استمتعنا وعرفنا ان مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم.